صفك صفك يا مرجان، ست زكية في الدرجان، واللي صفك أبو يعطيك توب حريق يتدلع فيك، قد كده قد الرمانة، قد كده حلوة ورويانة، قد كده ترقص وتغني. قد ست زكية السلام عليكم، كيفكم؟ معكم خالد القادري، وانا اللي راح اقدم لكم الحلقة اليوم. مثلنا اليوم عنوانه بعد ما اكل واتكى قال ريحته مستكى، فخليكم مع ابويا يشرح لكم المثل. مثلنا زي ما سمعت من ولد الكبير خالد عنوانه بعد ما أكل واتكى قال ريحته مستكى. وهذا المثل يضرب في الشخص اللي ياخد عادته من شيء وبعدين يبدأ يعيب فيها، يستفيد من شخص ما في قضاء حاجته وبعدين يبدأ يعيب في هذا الشخص ويحط ويزيد فيه. إيش قصة المثل هذا؟ هذا يقول لكم كان في جارين، جار ميسور الحال الحمد لله وعنده اللي يكفيه ويكفي عياله وأهل بيته، وجار كان فقير، كان ما عنده شيء، كان يا دوب يتعشى كل 3 أيام مرة. فجاره الميسور حن عليه، فرح له وقال له: ايش رايك يا جار تيجي تتعشى عندي كل يوم؟ فذاك طبعا وافق وانبسط، فصار كل يوم يروح يتعشى عند جاره ويحطوا له ذيك الصفرة اللي فيها ما لذ وطاب من الملوخية والمعرق والمحمر والمشمر والمحاشي وغير الحلا، وكان ينبسط. وكل يوم يجي كان ياكل عند صاحبه ويتكي بعد العشوة ويريح. واستمر على هذا الحال لمدة تقريبا شهر أو شهر ونص، وتدور الأيام ويشيء ربك إنه يموت شخص لهذا الرجل الفقير. فهذا الجار الفقير جاته ورثة ومال كويس، فحاله تحسن، فغاب عن جاره، ما عاد ثاني يروح يتعشى عنده. فجاره الميسور استفقد وقال: فين جاري ما عاد يجيني؟ فراح دق على الباب: السلام عليكم يا جار، كيف حالك؟ طيب فينك ما عاد نشوفك تيجي تتعشى عندي؟ قال له: صراحة بيني وبينك انتوا شكلكم تحطوا لبازير حقتكم جمع علبة مستكى، فلبازير تلقط ريحة المستكى، فلما تيجي تطبخوا تبان ريحته ويصير طعمه كله مستكى، فأكلكم سبحان الله كل اللي أكلته عندكم فيه طعم مستكى. المهم مشي من عنده الجار الميسور زعلان وصار يبرطع في كلام، ودخل بيته ورقع الباب. فقالت له زوجته: ايش بك يا ابو عباس زعلان؟ قال لها: جارنا بعد ما اكل واتكى قال ريحته مستكى. وبعد ما عرفنا قصة المثل أقول لكم مع السلامة، ونشوفكم بكرة في مثل جديد من أمثال عم وليد.